السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. ما زالت الإهانة والإساءة للدين الإسلامي وللنقاب وللحجاب ممنهجة ومتعمدة، وإهدار الذوق العام وإهدار القيم والتقاليد في المجتمع المصري. والأمر ما يخصش الدين الإسلامي بس، الأمر ممنهج لهدم أي قيم وأي أخلاقيات في المجتمع وإبدالها بالسلبيات وبالمسوخ وبالمهرجانات وبالفنانين اللي لا حياء ولا أخلاق ليهم، ويكون ده الأمر السائد يسيطر على أولادنا وعلى أحفادنا، وده هتبقى السمة العامة بتاع المجتمع. لما يوصل الأمر بمحاربة النقاب مش كنقاب في حد ذاته، لأن النقاب أنا رأيي شخصيا برضو إن هو فضيلة وليس فريضة، ومفيش حد يمشي ورا كلامي، يعني ده رأي خاص بيه وأنا أسأل عليه. وأنا شخصيا كنت لابسة النقاب زي ما حكيت في بعض الفيديوهات السابقة، إن أنا لبست نقاب لمدة سنة لظروف معينة نفسية واجتماعية وكده، وخلعته، وأتمنى ربنا سبحانه وتعالى يهديني. بس أنا صحيا مش هينفع إن أنا ألبسه، لأن أنا يعني حتى لأن كده كده أنا ما بطلعش أولا عشان ألبسه بره. ثانيا ممكن حد يقول لي ما تلبسيه طيب وانت بتقدمي الحلقات بتاعتي او كده على اليوتيوب. انا فعلا كنت بفكر في كده، بس للاسف جربت لقيت نفسي انا مش هقدر اخد نفسي، يعني مش هقدر اتكلم كلمتين على بعض. يعني انا صحيا حاليا في مشكله عندي في التنفس، فانا مش هينفع البس اي حاجه حتى لو كمامه هتخنق منها، مش هتحمل. دي الاسباب، يعني اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يشفيني ويعافيني والبسه ان شاء الله تاني، لانه شرف لاي مسلمه ولاي محجبه، يزيدها جمالا فوق جمالها. دي النقطة الأولانية. تاني نقطة، وصل الأمر لبعض رجال الأزهر ورجال الدين إن هم بيحاربوا النقاب. عرفنا طبعا في بعض الناس اللي هي أو بعض الصحفيين اللي كان لهم آراء في موضوع النقاب وموضوع الحجاب وفي الدين نفسه كمان، يعني بيسعوا إلى هدم الدين نفسه. وخلاص هي آرائهم خاصة بيهم، بس ما ينشرهاش وسط المجتمع، يعني يحتفظوا بها لنفسهم. من آمن فلنفسه ومن كفر فلنفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا هيزيدوا إيمانهم ولا هيضروا، حاشا لله يعني، ولا يضروا عدم إيمانهم، مش أكتر. دي حرية شخصية. لكن الفكرة لما تلاقي نفسك أنت في مجتمع بيحارب كل القيم والمبادئ ويبدلها بحياة تانية سيئة، ده ليه لازم يبقى لينا وقفة. يعني انت النهارده بتحارب النقاب، ونفترض ان هو حرية شخصية وان هو مش فريضة، مش فريضة، ان هي حياة كده يعني كل انسان. طب ما انت ما بتحاربش في المقابل في معاصي وفي مايوهات بتتلبس ويقول لك دي حرية شخصية. يعني هو هل النقاب فيه ضرر؟ ولبس المايوه، ما انت زي ما بيضرك النقاب، حتى لو نفترض انها نفسيا، يعني مش عقائديا، بيضرك النقاب او ما بتتحملش تشوف واحده منقبه قدامك بزعم ان هي في ضرر المجتمع وفي ناس بتستخبى وراه. انا معاك ان فعلا في نسبه للاسف كبير وظاهره منتشره فعلا، ان في بعض اللصوص وبعض اعوذ بالله العاهرات وبعض المجرمين بيداروا ورا النقاب. ده بس ده مش شيء ما يعيبش النقاب، يعني ده شيء لا يعيب النقاب. يعني لا قدر الله لو حادثه او كنيسه مثلا حصل فيها حادث، مثلا اعوذ بالله اغتصاب او سرقه او اي شيء من ده، هل ده يعيب المكان المقدس دواتي، ولا دي بتبقى ظاهره او حاله فرديه حصلت، او حادثه تتعمل في اي مكان؟ ما اللي بيعمل الاجرام ده مش هيفكر بقى فين، في مكان مقدس او غير مقدس، مش هيفكر. فاحنا نفس الفكره، انت بتعيب النقاب ماشي، في اشخاص بيستخدموه غلط، بس ده مش مبرر ان احنا نشيله خالص. يعني ده مش مبرر، في حاجه اسمها حريه عقيده وحريه فكر. انت ليه الهجوم من المسلمين للاسف، والعلماء الازهر كمان في الفتره الاخيره بدأ يهاجموا النقاب، ويقول لك ولي الامر، وفي بعض الفتاوى بدأت تطلع ومعرفش، وفي بعض المناداة في مجلس النواب بإقرار قانون يجرم لبس النقاب. الموضوع ده على فكرة مش من الأيام دي، من أيام برضو من أيام الإخوان، كان في النائب محمد أبو حامد كان برضو في مقترح قانون إن هو يجرم النقاب أو محدش يلبس النقاب أو يشيل النقاب. يعني الموضوع مش وليد اليوم أو وليد الصدفة، لا الموضوع يعني ممنهج من زمان. يعني احنا ما شاء الله يعني، بس هي الفكره انهم دلوقتي بداوا يجهروا بالسوء يعني علنا دلوقتي عشان يحاربوا النقاب. طب انت حارب لي الاول الميوم، انا برضك بتأذى، انا مش عايزه اشوف واحده عريانه قدامي كراجل او كست. يعني انا كراجل او كست، انا نفسي بيأذيني ان انا اشوف منظر خليع، مثلا البنت اللي بتلبس بنطلون ضيق مثلا، او البنت اللي بتلبس مثلا ميني جيب او ميكرو جيب او القطه او المسخره دي كلها. دلوقتي الموضوع يعني تعدى شاشات التلفزيون، هنقول نقفل الزرار بتاع التلفزيون خلاص هنسلم، لا الموضوع بيتعدى ووصل للجامعات ووصل للشوارع ووصل في المواصلات بنشوف المناظر ديت. طب انا كشخصيه انا بتأذى، يبقى همنع ده كله؟ لا، احنا قلنا حريه شخصيه واحنا بلد الحريات، ده على افتراض ان احنا بلد الحريات، يعني بنمثل ان احنا بلد الحريات، مشيها حريات نفترض.
يبقى انت ما تجيش تنشلنا النقاب. موضوع النقاب ده ليه مليون حل وقلناها في كذا فيديو. موضوع النقاب دلوقتي ليه حل. ماشي انا معاك انك انت تامن نفسك مش كمكان حكومي بس، لا، في اي مكان بيختلط فيه الاشخاص وممكن يحصل فيه مشاكل، حد مثلا يكون مجرم او حد يتدارى، حد يكون رايح يعمل عمليه ارهابيه او عمليه انتقاميه او اي شكل من الاشكال، في مليون حل. خلي يا سيدي في فرد امن، ست تفتش الست المنقبه دهيت داخله الجامعه، داخله المؤسسه الفلانيه، داخله الشركه الفلانيه، داخله الهيئه الفلانيه، تتفتش الاول عادي ومعاها ورق بتاعها او ورق بتاعتها ما يثبت الهويه بتاعتها. خلاص المشكله انتهت. انت ما تسيبليش الحابل في النابل وترجع تقول النقاب يتزل. دي حريه شخصيه يا سيدي. خلاص مش هيلبسوا النقاب في الشوارع حتى لو اصدروا القانون بكده، الناس تلبسه في بيوتها. انت مالك؟ انت بتتدخل ليه؟ لما يطلع واحد زي الدكتور كريمه اللي هو يعني للاسف اللي هو غلب الهلال وغلب غيره، راجل ازهري يعني، ويقول اراء. انا هسمعكم 3 اراء مختلفين في 3 اوقات مختلفين، وقت منهم اللي هو مؤخرا مع تامر عبد المنعم بيسالوا عن رايه في النقاب. رايك في المقترح بحظر النقاب في الاماكن العامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مما تقرر شرعا أن النقاب وكذلك البرقع عند البدو الرحل من العادات المباحة. نعم. فعلى ضوء ذلك نعم نحن نؤيد لما نيجي نوازن ما بين المفاسد والمصالح. قرر الفقهاء أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى لو اعتبرنا النقاب من المصالح، لكن إذا أدى إلى اقتراف محرم أو ما يضر المجتمع فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. ده ايام الاخوان برضه، ايام موضوع محمد ابو حامد برضه، تقريبا الغيطي، محمد الغيطي بيساله برضه. اليكم، اهلا بكم. معانا فضيله الدكتور احمد كريمه، استاذ الفقه والشريعه الاسلاميه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. ايه راي حضرتك في المشروع اللي تقدم به النائب محمد ابو حامد، النائب المحترم محمد ابو حامد، بمنع النقاب في المؤسسات الحكوميه والتعليميه؟ اولا هذا رايي الشخصي، طبعا هو ادرى بدوافعه، واحنا نجدد ثقتنا اولا في مجلس النواب الموقر واللجنه الدينيه في مجلس النواب الموقر ونحسن بهم الظن. لكن حضرتك انا اتناول المساله ليس من تشريع او تسنين قانون، انا اعرض فقط في خلاصه سريعه الراي الفقهي. بالظبط يا فندم. حضرتك يمنع او يحظر بالضبط ما كان محرما او مكروها بلسان الشرع. بالنظر في النقاب ليس حراما وليس مكروها، اذا لا يمكن تكييف بحال من الاحوال انه يمنع. اما حكمه يتراوح ما بين الجائز او المندوب. فان نوت المسلمه انها تتاسى بازواجه صلى الله عليه وسلم او ببناته رضي الله عنهن، فعلى حسب النيه تؤجر. غير هذا وهذا جائز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أن المحرم بالحج والعمرة حال الإحرام لا تنتخب ولا ترتدي الخفازين، فدل بدليل المخالفة. رجعت بقى من زمن من قبل ده كله بقى، كان في لقاء مع شريف عامر ومع دكتورة سعاد صالح، بيدافع بشراسة عن النقاب. للإسلام لا، ما فيش حاجة اسمها نقرة، هذا دين، تلك حدود الله فلا تعتدوها. طب انا اسال حضرتك سؤال يا دكتور. ايهما اشد خطرا على المجتمع؟ انا اسال سؤال، ايهما اشد خطرا؟ منتقبه في حالها ولا امراه متبذله ومتبرجه؟ يا دكتور من فضل حضرتك ممكن يا دكتور يا دكتور لا، ما انا مش ممكن اسمعها. ممكن دلوقتي احنا عندنا ايه؟ ضرر اخف وضرر اشد. ضرر المتبرجه اشد يا دكتور. لا انا بتكلم على ضرر المتبرجه اشد. اذا تفضلت سيدي. نعم انا هسمع. اسمع لي الاخر. انتوا عايزين بقى ما يطلبه المستمعون على راي الشريعه. عايزين نسمع حضرتك. لا ما انا بقول لك عايز اسمع حضرتك، عايز اسمع الدكتور. يعني انا احارب المتنقبه واسيب المتبرجه اللي صدرها مكشوف ولابسه بنطلون محزق ما حدش يجي يتكلم عنها؟ احنا دلوقتي المنتقبه دي انا دوري كعالم شريعه احارب الاحتشام وادعو للتبرج ضد امن المجتمع يا فندم. ممكن نسمع النقاب مجتمع يتربى غصب عنه على الاسلام. لا على الاسلام ولا على النقاب؟ لا على الاسلام. لا انت بقى بتخلي النقاب احتشام. هل تنكر ان النقاب ممكن يكون احتشام؟ نعم ممكن يكون احتشام. مفيش احتشام ابدا، في ضرر مترتب عليه. انما التبرج ما فيش ضرر. طب ممكن اسال سؤال. طب ليه ما تقول ان يمنعوه؟ احنا نتكلم قول يمنعوه، لكن ما اقولش قول يمنعوه. اشمعنى النقاب اللي يتمنع؟ ما يتمنع التبرج. احنا بنتكلم في حاجه معينه. لا يا حبيبي، لو سمحت هتمنع النقاب امنع التبرج. فسبحان الله، يعني هل ده كبر سن؟ هل دي تخاريف السن يعني؟ ولا ده بيأكل على كل الموائد وكل العصور؟ انا مش عارفه والله. ربنا سبحانه وتعالى يعافينا لما الناس اللي بناخد منها فتاوى بتطلع يعني اراء كده مختلفه في ازمنه مختلفه، او الناس هتاخد افكارها وهتاخد فتاواها من مين؟
وربنا سبحانه وتعالى يتولانا ويرحمنا برحمته سبحانه وتعالى، ويحسن ختامنا في الدنيا دي، ويثبتنا على دين الإسلام يا رب وعلى الإيمان، ويكون إن شاء الله كده بعيد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن.